جربنا اختراع كوري جامد جدا بمكونات موجوده في كل بيت، وهو الكوريان كورن دوج. بس احنا النهارده مش هنعمله بالكورن دوج، هنعمله بحاجه تانية. تعالوا اوريكم الطريقه ومكوناتها ايه. يلا بينا يلا بينا. زي ما انتم شايفين كده شكلها جامد جدا. اول حاجه هنجيب موتزاريلا ستيكس، وهنجيب بطاطسايه صغيره ونقطعها مكعبات صغيره وبنقليها في الزيت نص قليه وبنطلعها. بنجيب كوبايه ميه دافيه، معلقه سكر، معلقه خميره، ونحط عليها كوبايه دقيق حسب الدقيق ما يحتاج عندك، وتبقى العجينه نفس القوام ده، ونسيبها تخمر شويه يبقى قوام العجينه كده. نحطها في البطاطس، وفي الاخر ممكن تحطوا بقسماط اللي انتوا عايزينه، وبنقليها في الزيت. يلا بينا نجربها مع بعض. يلا بينا نجربها. يلا بينا. ادي بطاطسايه اهي هنقطعها مكعبات صغيره، البطاطس هي قطعناها مربعات. يلا بينا نقليها. يلا بينا. ادينا بنقلي دلوقتي البطاطس. وادي شكل البطاطس بعد ما طلعناها من الزيت. يلا بينا نعمل مع بعض العجينه. اول حاجه هنحط كوبايه ميه دافيه، وبعد كده هنحط معلقه صغيره خميره، وهنحط معلقه صغيره سكر، وهنقلبهم مع بعض. دي العجينه دي بقى وهنحط عليهم الدقيق. طبعا كل دي بياخد ميه غير التاني، انا حسب ما العجينه تديني القوام زي اللي ما شفتوه على في حسب نوع الدقيق قصدك يعني. انا هبدا الاول بكوبايه دقيق. هحط كوبايه دقيق وهقلب بس. ده قوام العجينه. وطبعا حطيت رشه ملح عشان اوصل للقوام ده. حطيت كوبايه ونص دقيق على كوبايه ميه بس يعني كده. تبقى لازجه شويه عشان تمسك في الجبنه. ايوه بالظبط فيها. بالظبط كده. هنسيبها بقى ترتاح من نص ساعه لساعه ونرجع لكم تاني. وادي شكل العجينه بعد ما خمرت اهي. نشيل من عليها الاسترتش بالراحه. طبعا سيبناها ساعه، احنا قلنا نسهل علينا الموضوع فنحطها في الكوبايه افضل. هنجيب اول حاجه معانا الستيكس. انا واحده، مصطفى واحده. تعالى ندخلوها اهي. واثنين موتزاريلا ستيكس. دي الموتزاريلا ستيكس. تاني حاجه هنحطها في العجينه. يلا نجيب العجينه بتاعتنا. نحط الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. بص هنحطها كده ونلف عليها العجينه. تمام. نحاول نحط لفه كمان كده هنا. ونحاول نلف كده. العجينه طبعا متماسكه بس نفضل نلف. نحطها بعد كده بقى في البطاطس بتاعتنا كده. نحط عليها البطاطس كده كده. والله شكلها حلو والله. بصوا ده شكلها. وهحط عليها بقى، احنا كنا جايبين في الاخر ممكن انتوا تحطوا اي حاجه فيجيتار. انا كنت جايبه خلطه كريسبي كده، هحطها عليها من فوق كده. حاول عشان خاطر تمسك يعني ببعضها. دي خلطه اللي هي بتاعت البانيه. اي خلطه كريسبي عندك بتستخدم في كذا حاجه. حلوه كده بس كده. ده كده شكلها. هنروح بقى ايه، هسيبها شويه في التلاجة هي تمسك شويه عشان بس. تمسك نفسها. بصوا بقى ده شكلها واحنا بنقليها في الزيت. وده الشكل النهائي للكورن دوج بعد ما طلع من الزيت. بصوا شكلها جامد جدا، حلوه قوي. شكلها جامد بصراحه، تحفه. متشوق قوي يعني ندوق كده. بصراحه الاكله دي جامده جدا وشكلها تحفه بصراحه. الناس في كوريا كانوا بيحبوها قوي، بس في كوريا كانوا بيعملوها بالهوت دوج. احنا المره دي عملناها بالموتزاريلا ستيكس. يا ترى التجربه هتبقى حلوه؟ اهم حاجه ندوق ونقول. اول حاجه نحط رشه ملح قبل ما ندوق. يلا بقى ندوق ونشوف الدنيا. يلا بينا. بسم الله. لا مقرمشه وجامده شكلها. بصوا بتشد كمان. الله جميله. يامي. لا بصراحه جامده انصحكم تجربوها والله تعجبكم. جامده قوي بصراحه. بصوا الموتزاريلا بتشد جامد. عايزه اقول لكم سخنه قوي. لا حلوه جامده جدا وطعمها بصراحه تحفه. بس وبكده انتهى الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. ما تنسوش لو الفيديو بتاعنا عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه. ونشوفكم الفيديو الجاي. باي باي. باي باي.